السلام عليكم. قصتنا النهارده عن حازم الشاب الجميل اللي كان جالنا يشتكي إن هو نفسه يتخلص من النضارة، لأن طبيعة الشغل مخليه مش قادر يلبس النضارة، لدرجة إن هو في أوقات كتير كان بيسيبها وبالتالي كان بيشتغل مش شايف كويس. المهم إحنا بنكشف عليه عادي وفي الفحوصات بتاعتنا لقيت إن عينه اليمين بتتحسن 6/6 بالنضارة عادي وإن شاء الله ينفعه عملية. واحنا بنكشف على العين الشمال لقيت إن هي بتشوفش غير تقريبا خيال إيد أو متر بالكتير. فاحنا بنفحص قاع العين لقيت ان عنده ثقب في مركز الابصار، فبقول له ان انت عندك ثقب وكذا، فيقول لي يا دكتور ما انا عارف من زمان، اتخبطت فيها من زمان من يمكن اكثر من 10 سنين، وقالوا لي ان في عندك ثقب في مركز الابصار وده ملوش حل. الحقيقه ان الكلام ده مش علمي او مش صح قوي، لان ثقب اللي في مركز الابصار عاده ليه حل. احنا ممكن يعني بنعمل زي غشاء كده من الشبكيه وبنسد الثقب ده، والمريض حتى لو النظر ما اتحسنش بنسبه 100% بس بتتحسن بنسبه كبيره وبتحافظ على العين دي من الكسل وبترد له جزء من مجال الابصار، فبالتالي بتحميه ان العين ديت ان هي يحصل لها حول انها تفقد النظر تماما. المهم ان انا اتفقت معاه ان احنا هنعمل لك ان شاء الله عمليه الثقب دي الاول، ولما الدنيا تظبط ان شاء الله هنعمل لك عمليه تخلصك من النضاره. وفعلا عملنا له عمليه الثقب، وفي خلال يعني شهر او شهر ونص تقريبا كان الحمد لله استعاد جزء كبير من النظر وبدا يشوف تقريبا 6 على 18، وده بالنسبه للحاله الاولى يعتبر كانه اتحسن مثلا حوالي 6 اضعاف او 7 اضعاف النظر بتاعه. بعدها خدنا خطوه ان احنا ممكن نعمل له عمليه ليزك، وطبعا ما كانش ينفع نعمل له ليزك العادي عشان هو عمل عمليه شبكيه قبل كده يعني. فاتفقنا معاه ان احنا نعمل حاجه اسمها ليزك السطحي عشان ما يبقاش فيها ضغط على العين اثناء العمليه، وبالتالي ما يحصلش ان الثقب يتكرر مره ثانيه. الحمد لله عملنا له عمليه الليزك السطحي، المريض دلوقتي اتحسن جدا وبقت عينه اليمين بتشوف 6/6 والشمال الى حد ما تقريبا بتشوف 6/18 من غير نظاره ومن غير حاجه. هو الحمد لله دلوقتي مبسوط وقادر يمارس حياته. طب الهدف من القصه دي ان احنا نقول ان يحصل لك مشكله في عين ما تعتمدش ان انت عندك عين تانية وتقول ما انا شايف خلاص كده، او يعني ان انت تهمل في نفسك فتوصل لمرحله. يعني هو لو هو كان جالنا وكنا عملنا العمليه اول ما اتخبط مثلا من زمان 10 سنين او حاجه، اكيد الرؤيه كانت هتبقى احسن من دلوقتي. كل ما يحصل عندك مشكله لازم تسارع انك تحلها وما تعتمدش ان انت عندك عين تانية، لان في الاخر العينين مع بعض بيكملوا بعض والنظر بيبقى احسن كتير لما تشوف بعينك الاتنين.